في أحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا، وفي بيت متكون من 4 طوابق يعيش جمال، متزوج من 4 نساء وأب ل12 ابنا. بعد 17 سنة قرر جمال الذي يمتهن النجارة الزواج على زوجته الأولى التي أنجب منها 8 أبناء، قبل أن يقترن بالثالثة فالرابعة، وللشيخ مبرراته في ذلك. الفكرة بدأت تتروض، ولقيت بأن هذه الفكرة منها شرعية، ومن حقي أنني نتزوج يعني أكثر من زوجة. والزوجة الأولى جزاها الله خير، نطلب الله يبارك فيها ويقوي من أمثالها. يعني وقعت الفكرة وبدينا تنقلبوا مدة ديال سنوات، حنا تنقلبوا على المرأة المناسبة اللي يمكن لها تسير معنا هذه الحياة ديالنا. منين حصلنا عليها بعد 17 سنة تقدمنا لها، والزوجة الأولى هي اللي خطبتها ليا وهي اللي جابتها لي. تعدد الزوجات هو الأصل في رأي جمال، لا يرتبط بالضرورة بوجود المبرر، بل هو الحل الأمثل لعدد من الظواهر الاجتماعية. أنا تيبان لي التعدد هو الأصل، لأن الآن دابا اللي تنشوفوا هذه كثرة النساء وقلة الرجال، أنا تيبان لي غيكون الحل هو التعدد، بدليل أن دابا كاين بعض النساء اللي تطلبوا تكون هي الخامسة ماشي هي الرابعة، وهذا الشيء تعرض عليا أنا. تعرضت باش أنا قلت لو كان في الشرع أننا ممكن نكون أنا الخامسة، أنا مستعدة باش نتزوج أنا الخامسة مع هذا الرجل هذا. انطلاقا من تجربته يرفض جمال الربط بين تعدد الزيجات وتعدد المشاكل الأسرية وتزايد المصاريف المادية. أنا تنقول بالعكس، تنقول اللي بغى يتزاد في الرزق ديالو هو يكثر الأزواج والأبناء، لأن بعض الأرزاق ما تيسوقهم لنا الله سبحانه وتعالى إلا بسبب الأزواج، تعدد الأزواج، وبسبب الأولاد. أقر الإسلام مبدأ التعدد بشرط العدل بين الزوجات، وبالنسبة لجمال فالعدل هو المفتاح الذي يضمن العيش بسلام مع حريمه ال4. صحيح أن الرجل أقر باستحالة العدل بين زوجاته في المشاعر والمحبة، لكنه أكد حرصه على العدل بينهن في المبيت والمأكل والملبس وكل المصاريف الأخرى. بسبب العدل ديالك ما تخليهمش يتكون عندهم المشاكل، لأن من يشوفك مثلا امرأة أنت مايل لواحد الوحدة وعطيها الحق ديالها، تتكون أنت سبب في المشاكل باش يكونوا. أما إلا كانت العدل تقول لك أنا تعطيني حقي، واكلة شربة مكسية، عندي الحق في المبيت، في السفريات، في زيارة الوالدين ديالها، لما تطرى لي مناش غتشكى المرأة. فاطمة أولى زوجات جمال، وهي من تقدمت لخطبة ال3 الأخريات، ومبررها في ذلك هو إيمانها بحكم الشرع وحرصها على نيل مرضاة ربها وزوجها. اللي بغى يتزوج وافقته، لأن شرع الله ما خصوش الرفض، يعني طاعة لله ثم طاعة للزوج ديالي. والحمد لله جبت لي أخت كنت عندها 19 عام، هي ولدت دابا الحمد لله وليدات، ولات 4 ديال الأطفال. في 19 من عمرها قبلت منى أن تصبح الزوجة الثانية لجمال، وبعد أن أنجبت 4 أبناء تؤكد هذه الشابة أن حياتها الزوجية طبيعية لا تشوبها شائبة سوى من وجود مشاعر الغيرة، والتي تبقى فطرة في كل النساء في نظرها. أنا جيت على المرأة، إذا تقبلت على شرع الله عز وجل ما يمكنش نعارضه، ولكن صح لك شي يبقى فطرة المرأة، الغيرة فطرة في المرأة. يعني جاتني مسألة في الأول صعيبة، فمن بعد الحمد لله يعني كما قالت الاخت جزاها بخير، يعني اللي كان الدين يعني كان التقوى، يعني الحمد لله كلشي كيهون. كتلقاي بيت فيه يعني عكوزه والوايس والويسات، وكتلقاي الصداع، كتلقاي كثر الدراري كتلقاي الصداع. في مصلحة النساء أساسا يصب التعدد بالنسبة لجمال، فكرة يدافع عنها باستماتة المقتنع وعن تجربة. التعدد ما عنده حتى شي ضرر بالنسبه للمراه. انا تيبان لي والله اعلم بان المصلحه ديال التعدد عند المراه اكثر من اللي عند الرجل، لان المراه تتولي تتحسن التبعل مع الزوج ديالها، تتولي تتحسن الخدمه ديالها للزوج ديالها، لان تكون تتفرط بعض الامور، وهذا الشيء حنا لمسناه. ماشي معنى راه الزوجه الاولى كانت يعني مقصره او لا، تتولي تتبدع في المعاملات ديالها، وتتولي تتبدا توقع التنافس، بالتالي تؤجر على ذلك، لان لما توقع التنافس في خدمه الزوج تكون الاجر ان شاء الله ماجور على ذلك. حول نفس المائدة يتحلق أفراد أسرة جمال، وفي أجواء يطبعها الدفء والوئام تحيط به نساؤه ال4 رفقة أطفالهن. هو اختار أن يعددهن، وقبلت كل واحدة منهن أن تشاطرها في زوجها 3 نساء.